الزمالك يفوز على حرس الحدود رغم أنف الفار والحكم. ازاي؟ زي الناس. طبعا الزمالك عمل شوط اولاني قوي جدا. قدر من خلال نجمه المتألق محمد شحاتة ان يعمل 2 اسيست اللي المفروض يعمله مع عبد الله السعيد، اللي النهارده كان بصراحة بعيد خالص عن المباراة. ان في اول 3 دقايق زيزو بيعمل له انفراد، وقفها شيلها يا عبد الله من فوق الجون. يعني انت راجل بعد العمر ده كله بتحطها في رجل الجون، ما تشيلها. ده انت كنت هتجيب جون عالمي. وبعد كده بصراحة طول الماتش بساطته مش مظبوطة، وقفته مش مظبوطة، تحركه مش مظبوط. ويرجع المعلق بتاع المباراة يقول لك ايه؟ ان جروس اداله قبلة الحياة ان هو لاعبه قدام الاتنين. خلي بالك ناصر ماهر لو موجود كان هيلعب برضه 6، وهيقعدوا محمد شحاتة اللي كنا من السنة اللي فاتت عمالين نصوت ونلطم ونقول ان الراجل ده ما يقعدش. مره يلعبوا باكرايت، ومره يلعبوا مش عارف احتياطي، ومره ما ينزلوش، ومره ده الراجل اللي مشي ده اللي كان اسمه جوميز ده اللي ما كانش عنده فكره اللي هيمشي ان شاء الله من السعوديه في اقرب وقت. عشان نقول لكم ان الزمالك والاهلي هم اللي بيعملوا المدربين، مش المدربين اللي بيعملوا لا لعيبه ولا انديه. فكنا بنصوت من السنه اللي فاتت على محمد شحاته، عمل النهارده 2 اسيست، عبد الله السعيد ما عملهمش. بنتكلم بمنتهى الامانه. وراجل بيلعب في مركز 8، وراجل بيلعب النهارده هو اللي شايل المباراه على كتفه. بيمسك كوره، بيكسب مساحه، بيروح يباصي لزيزو، يباصي لمصطفى شلبي، يباصي لحسام اشرف اللي برضه انا مع كل الاحترام ده يبدا ازاي على الجزيري وناصر منسي. يا عم عايز لعيبه اخر ربع ساعه، تلت ساعه، ونص ساعه، اديله كده لغايه ما ياخد اجواء فانيله نادي الزمالك، مش اجواء المباريات، فانيله نادي الزمالك وتقلي فانيله نادي الزمالك. هتقول لي ما هو جايب جونين الماتش اللي فات، ما هو جونين احنا قلنا شدنا على الجون الثاني انه جون عالمي، انما الجون الاولاني وقع من ايده الجون وكان يعني الجون فاضي. يعني في اسهل من كده؟ نرجع ونقول الزمالك تفوق وكسب 3-1 الشوط الاولاني. المفروض ينزل الشوط الثاني بقى، لازم كان يريح عبد الله السعيد. وانا بقول الكلام دوت لامير عزمي مجاهد. يا امير انت راجل مدرب، ومدرب عندك رؤيه، وانا عارف ان انت مدرب محترم وليك بصمتك وانت بتدرب. يعني اذا ان انت شايف ان عبد الله السعيد، قول له عبد الله مش قادر، تعبان الله يكون في عونه، لعب كل الماتشات اللي فاتت. ايه يعني لما يريح ونزل من بدايه الشوط الثاني؟ يا عم مش هقول لك شيكابالا، نزل من بدايه الشوط الثاني بنتايج زي ما هو كده، ودخل مصطفى شلبي وطلع كمان حسام اشرف، ونزل واحد زي الجزيري ماشي من اول الشوط الثاني عشان يخش في الاجواء. وهنا ليا وقفه بس بسيطه لمجلس اداره سواء الاهلي او الزمالك. في النادي الاهلي اكرم توفيق من ساعه لما في قلق على موضوع التجديد وهو بداوا يقعدوه. يعني اذا مجلس الاداره له دور. قبل ما يلعب النهارده الجزيري كان في مشكله ان الجزيري هيمشي هيقعد، هيمشي هيقعد، كان مجلس الاداره برضه له دور ان هو ما يلعبش. اشمعنى بعد ما جدد النهارده يعني اول امبارح وخلاص ونهى المفاوضات، النهارده بتحطه وبتلعبه غصب عن ناصر منسي وغصب عن اي حد؟ يعني اذا ان الادارات لها دور. فاذا ان انت لما انت حتى لو هو محترف عندي وهيمشي زي موضوع اشرف بن شرقي، اديله يا عم لغايه اخر نفس، لان ده راجل محترف لغايه ما يخلص عقده وسلام عليكم مع السلامه يا عم الحاج. انما انت الماتشات اللي فاتت بعده خالص، وجاي النهارده تلعبه عشان لسه مجدد اول امبارح. في ايه يا رجاله؟ يعني اذا بقى الادارات بتتدخل، سيبك من دي. نرجع تاني لحماده القلاوي حكم المباراه. انت حافظ مش فاهم يا كابتن حماده، انت حكم حافظ مش فاهم. احلى حاجه فيك ان انت ما تحكمش وتلعب كمال اجسام بجسم حضرتك الجامد ده، تلعب كمال اجسام لان هو عايز تشيل بس. انما الفنيات والحاجات دي شكلها مش تبعك خالص. يعني ضربه الجزاء النهارده بتاعت احمد فتوح دي من 3-4 ماتشات بالظبط كانت واحده زيها لنادي الزمالك في ماتش سيراميكا على اسمه رجب نبيل،
وهو حاطط ايده على الارض وجت في ايده وما اتحسبتش. نفس الكرة بتاعت فتوح النهارده. هو ده قانون وده قانون؟ انت عارف مثلا لو هي بتاع الدوري السنه اللي فاتت ممكن نقول ايه، في تعديلات حصلت والكلام دوت، ده السنه اللي فاتت، انما ده لسه من 3 4 ماتشات. وللزمالك، والزمالك طلع خسران ساعتها 2 بونت وتعادل 2-2 ولا تعادل في المباراه ديت مع سيراميكا، وضيعت عليه انت دلوقتي، ضيعت عليه 2 بونت كان زمانه دلوقتي هو راكب الجدول، واخد بالك؟ فانت النهارده الراجل اللي اسمه احمد فتوح ايده على الارض وجت في ايده، ما قلتلكش ما جاتش في ايده وما اتحسبتش. طب ما بتاعت سيراميكا برضو جت في ايده والراجل حاطط ايده على الارض وما اتحسب. النهارده تتحسب وبتاعت سيراميكا ما تتحسبش. يبقى انتوا كده بتكيلوا بمكيالين. يبقى انت كده في براح ان انت تقول ايه، اصل إيه صباع فتوح اترفع فعشان كده اتحسبت، انما رجب نبيل صباعه ما اترفعش. يا طالما جت في ايده يبقى قلنا شيلوا البلاوي دي عشان ما يبقاش فيها قيل وقال. واحسن حاجه ان الموضوع بتاع الحكام ده اللي هو كان تحليل المباريات، احسن حاجه ان هو اتشال، لان كل واحد براي وكل واحد على حسب اهوائه، ان موجود في اللجنه ولا مش موجود في اللجنه. موجود في اللجنه يبقى بيخبط في التحكيم عشان يوقع اللجنه، لو مش موجود في اللجنه، لو موجود في اللجنه يبقى بيطلع يجامل عشان يخلي شكل اللجنه حلو، ان هي ماشيه مظبوط وان هي في انضباط وان في كل الكلام الفاضي ده. لا، الموضوع جت في ايده ضربه جزاء، عمل ايده كده عمل ايده كده، طالما جت في ايده واستفاد منها ضربه جزاء. يعني مثلا دي لو داخله الجون وهو ايده على الارض، الكرة ده رايحه في الجون والراجل واقع على الارض وايده ثابته على الارض وايده وقفت الكوره، يبقى كده ايده استفادت ولا ما استفادتش؟ الكرة دخلت ولا ما دخلتش؟ فما دخلتش يبقى استفاد، لو دخلت يبقى ما استفادش. انما هي طالما وقفت، واخد بالك، وجت في ايده، يبقى ضربة جزاء في كل الاحوال. بس هنا بقى في ماتش سيراميكا انت ما حسبتش، انما في ماتش النهارده انت بتحسب. دي حاجه. تاني حاجه، قبل ضربة الجزاء الثانيه اللي على المسلوسي في ضربة جزاء لمحمد شحاته، وانتوا برضو الفار عشان قعد عليه عمرو الشناوي ابن كابتن احمد الشناوي اللي هو طبعا معروف ميوله ايه وانتماءاته ايه، طبعا قال لك ماشي، وقام جاي حاطط الكوره بتاعت المسلوسي ضربة جزاء، وبيجامل نادي الزمالك ان الكوره مش المسلوسي ما اتطردش، واخد بالك، لا ياخد انذار. طب ما جبتش ليه الكوره الاولانيه اللي هي بتاعت محمد شحاته اللي الراجل واخد رجله؟ ما دي ضربة جزاء قبل ما دي تيجي، يعني هي اتردت من هنا لهنا، بقت هنا ضربة جزاء وهنا مش ضربة جزاء، وهنا كنت بتطرد وبعد كده رجعت في قرار الطرد واديت انذار. فيا كابتن حماده يا قلاوي، انا يعني بصراحه بنصحك نصيحه، كمل في كمال الاجسام، سيبك من التحكيم. ويجي المعلق يقول لك ايه ده عنده مستقبل. مستقبل ايه؟ ده راجل فنياته ضايعه، مع كل الاحترام ضايعه، مش عارف حتى الفاولات اللي هي كده، في واحده البنتايك اتردت كانت هتيجي الجون الثالث التعادل، طب ما انت بتحسبها للفرقه بتاعت الحرس. هنرجع مرجوعنا، حسبت ضربه الجزاء دي. طب وامبارح في ضربه جزاء واحنا اتكلمنا عليها في الفيديو امبارح، واخد بال حضرتك؟ يبقى كده في فرق بتستفاد من ضربات الجزاء وفي فرق تانية بتتظلم في ضربات الجزاء. يعني انت النهارده حسبت ضربتين جزاء على الزمالك، ضربتين، في واحده وفي واحده لا. طب انت امبارح في ضربة جزاء واضحة صريحة، اين الفار؟ وهنا تقول لي اصل في عدالة في التحكيم، اصل في شفافية، اصل في